بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة خفيفة كده وحلوة، اكلة صيفي يعني هتحبوها قوي ان شاء الله. هنعمل مع بعض مسقعة، وهنعمل بامية، وهنعمل بتنجان مملح، واقول لكم على الطريقة بتاعته، وهنعمل شطشوطة. حاجات حلوة هتعجبكم قوي. دي البامية معانا، هي كانت كبيرة كده بس استوت، ما اخدتش ربع ساعة في السوا. وهنقمع البامية ونظبط كل حاجة ونرجع لحضراتكم تاني. كده خلاص احنا ظبطنا الدنيا، ظبطنا البامية وقشرنا شوية توم حلوين كده عشان هنشتغل بيهم الاكل كله. وطلعنا من التلاجة ليمون وبطاطس علشان في ناس بتحب البطاطس المحمرة معانا هنا. وجهزنا كل حاجة، هنغسل بقى، وغسلنا البتنجان والفلفلة وكل حاجة جهزناها علشان هنبدأ بقى بعد كده شغل. هنعمل مسقعة، هنقلي البتنجانة دي، هنعمل واحدة بس كفاية عشان الأكل لما بيقعد كتير في التلاجة في الصيف بيبقى مش حلو. هناخد البتنجان الطويل ده، احنا غسلناه وظبطناه، هنقطع الراس بتاعته دي علشان هنقليه في الزيت. هنعمله في الزيت مقلي، مش هنعمله مسلوق، لان ما بيتعمل في الزيت في الصيف كده بياخد وقت شوية في التلاجة، يعني ممكن يفضل معاكي اسبوع كامل في قلب التلاجة وهو معمول كده في الزيت. انما المسلوق ما بياخدش وقت. هنا احنا غسلنا البتنجان وجهزناه. هناخد بقى شوية فلفلة علشان برضو هنعمل مع البتنجان ده فلفلة، وطبعا الشطة اهم حاجة، شطة، لان الاكل ده بيبقى محتاج شطة كده علشان يبقى حراق. هنجهز بقى كل حاجة مع بعض. ان الجو كان حر جدا، الاكل ده بيبقى خفيف، هو مش خفيف قوي يعني، بس ايه، بيبقى احسن بقى من الطبيخ والحاجات المسبكة والكلام ده. هنجيب شوية طماطم بقى حلوين نعمل برضو بيهم الاكل كله، عشان هنعمل فول بطماطم كمان. ونجهز كل حاجة. انا بحب اعمل الحاجات دي واحطها في التلاجة يومين 3، لما اللي عايز ياكل منها تبقى موجودة معانا في قلب التلاجة. هنا كده خلاص غسلت الطماطم برضو، هضرب شوية في الخلاط وشوية هقطعهم، اعملهم متقطعين كده زي ما انتم شايفين، وشوية ضربتهم في الخلاط علشان البامية، والباقي هشتغل بيه، هعمل بيه المسقعة، وهعمل بيه فول بطماطم، وهعمل بيه كمان اللي هي الشطشوطة، هقول لكم بتتعمل ازاي، بيبقى طعمها لذيذ جدا. ممكن تاكليها مع سمك، ممكن بتاكليها مع عيش، ممكن تاكليها لوحدها. هنا اقطع البتنجان واعمل فيه فتحة كده في النص، وهاخد برضو فلفلايتين معانا اعملهم برضو كده فتحة في النص، علشان دول انا هقليهم، هعملهم مقليين في حلة كده. انا عندي حلة تيفال بوظتها وبقلي فيها، بعمل فيها كل حاجة، اقلي فيها، احمر فيها بطاطس، ولو في بتنجان او في اي حاجة بعملها فيها. هرصه كله كده هنا في قلب الحلة جنب بعض واظبطه، متبقاش حاجة فوق حاجة، كله يبقى في ارضية الحلة علشان اعرف اقلبه وياخد السوا بتاعه مظبوط. هنا انا كده رصيت البتنجان وعملت له كل بتنجانه عملت لها فتحه من النص، ومعانا فلفلايتين برضو عشان لو حد بيحب الفلفله وهي مقليه بقى طعمها حلو برضو. وهجيب زيت واحطه عليها، حتى لو البتنجان مبلول مش مشكله، انت كده كده هتغطيه، فلو نطر ميه او حاجه تمام. خلاص كده انا هجيب الغطا واغطيه واوديه على النار، احطه على النار بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، وابدا اشتغل في الباميه. ركنته على ورا على عين متوسطه شويه علشان اعرف اشتغل في الباميه. طبعا انا عملت معاكم الباميه قبل كده بكل تفاصيلها، فانا هعملها كده دلوقتي على السريع، وانتوا عارفين طبعا التفاصيل بتاعتها. احط شويه زيت حلوين كده محترمين، وانزل عليهم بالثوم، واحمر الثوم شويه. انا معايا، انا حطيت في الهون ده شويه توم كتير وبشتغل بيهم بقى. حطيت عليه، قطعته، حطيت عليه شويه ملح ودقيته وبشتغل منه. كل ما احتاج حاجه اخد منه معلقه من المدقه دي. هحمر انا كده بقى التوم في الزيت، واحط معاه قرن شطه طبعا حراق،
هي الباميه عايزه شطه، لازم شطه وليمون. حطيت معاها حته صغيره لاني كان حراق جدا. وبعد كده هنزل عليه بقى ايه بالطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط. حطيت الطماطم وهنزل عليها بالملح. الباميه انا عملتها بتوم وملح وطماطم مضروبه في الخلاط. وطبعا قرن الشطه ده اهم حاجه، ما بحطش عليها بصراحه بهارات تانية. اللي عايز يحط بهارات تانية يحط، بس انا بصراحه ما بفضلهاش يعني. هي الباميه طعمها بيبقى كده. وبعد كده طبعا التخدير اللي انا عملتها معاكم قبل كده، اللي هي كانت بكزبره وتوم وبندقها في الهون ونحط منها بقى. انا عندي في برطمان حطها في التلاجة بستعملها، كل ما احتاج منها استعملها مع اللوبيا ومع الباميه. بعمل بيها. هنا الباميه دي كانت كبيره طويله كده، وهي مش عارفه هي انا جايباها من الراجل كبيره كده، بس ما خدتش ربع ساعه سوا على النار. كانت جميله والله، وما شاء الله ما تعبتنيش في ان انا اقشرها اقمعها. ما خدتش وقت يعني، هم 10 دقايق واتقمعت. انما البلد التانية الصغيره دي بتبقى صعبه جدا. كده خلاص انا خلصت الباميه وغطيت عليها واسيبها بقى براحتها تستوي. انا هنقلها على نار تانية علشان هحمر هنا البتنجان والفلافله. وده البتنجان اللي بيتقلي في الزيت انا هقلبه. تقلبي كل واحده زي ما تكون بتحمري سمك، تقلبيها على الناحيه التانية. يعني الناحيه استوت، تشوفي كده لو لقيتيها استوت اقلبيها بقى على الناحيه التانية. هنا عندنا الباميه كانت على النار والبتنجان. هنعمل بقى كمان ايه شويه فول بطماطم. اعمل كل حاجه واركنها في التلاجة، احط في علب كده تلاجة واسيبها. اللي يحتاج يطلع من علبه في طبق وياكل. احط بقى شويه زيت. انا كنت مقطعه الطماطم قطع. احط في الحله دي شويه زيت وعليهم شويه توم وزيت. انا احضر كل حاجه جنبي وابدا اشتغل. هحط الزيت. وانا رحت فين؟ مش عارفه، انا بختفي كده في اماكن مش عارفه بروح فين، بس اكيد هاجي ان شاء الله. بجيب زيت، اكيد بدور على الزيت او بدور على التوم، بس هي كل حاجه عندي في المطبخ. انا جيت انا حطيت يبقى انا حطيت زيت. وبحط بقى التوم زي ما قلت لحضراتكم، عامله كميه توم حلوه بشتغل بيها الاكل كله. اجهز كل حاجتي علشان ما اتلخبطش، يبقى عندي كل حاجه جاهزه معايا على الرخامه. ابدا اشتغل، انظم افكاري الاول واشوف انا عايزه اعمل ايه، واجهز كل حاجتي جنبي وابدا بقى اشتغل حاجه بحاجه علشان ما اتلخبطش واقعد ادور هنا وفي التلاجة وفي كل مكان. لا، انا بحب ارتب كل حاجتي واغسلها واظبطها جنبي، وبعد كده ابدا اشتغل بقى عادي. هنا التوم بدا يصفر. حطيت كميه من الطماطم المتقطعه قطع عليه. وهنا خلاص البتنجان كان خلص وانا تقريبا طفيت عليه. لما يستوي بقى اطفي عليه وسيبيه يعني في الحله دي حوالي 5 دقايق، وبعد كده شيليه. هنا هعمل بقى ايه الشطشوطه. الشطشوطه دي بقى عباره عن ايه؟ ده اختراع. عباره عن التسبيكه دي توم وعليه طماطم المتسبك ده، واقطع عليه شطه، واقطع فيه قرون شطه. صراحه الشطه كانت حراقه جدا فقطعت معاها فلفل وشطه عشان ما تبقاش حراقه. واسيبها بقى تستوي كلها مع بعضها في النار، وبعد كده هتشوفوها في الاخر. واحط لها ملح بس، هي ملح وتسبيكه الطماطم دي توم وطماطم متسبكه وعليها قرون الشطه متقطعه وملح بس. حلوه قوي هتعجبكم. تاكليها بقى مع سمك، تاكليها لوحدها، تاكليها باي طريقه تعجبك. وهنا انا هحط بقى الفول على الطماطم، يبقى فول بطماطم، واسيبها بقى ايه تتشرب من بعضها شويه. وبعد كده اطفي عليهم. هحط لها برده ملح وقرن شطه كده حلو، شويه شطه حلوين. انا مقطعه برده شطه وسايباها اخد منها كل ما احتاج هاخد منها. خلاص كده هو اللي تقريبا استوى. وهنا الباميه نقلتها على نار هاديه علشان عايزه ما شاء الله اتعملت وبقت حلوه. وهنا البتنجان خلاص طلعناه من النار، هسيبه يهدى شويه علشان اعمله بالتتبيله.
وده البتنجان والفلفله. طبعا انتوا كلكم عارفين المسقعه. هقليها، اقلي البتنجان واقلي الفلفله، وبعد كده اعمله تسبيكه زي بتاعه الفول بطماطم بالظبط. توم وعليها قطعه طماطم، واطفي عليها بالخل بس، واحط عليها البتنجان والفلفله بعد ما اقليهم. هنا بقى انا هعمل التتبيله عشان البتنجان. دي قرون فلفل، لان قلت لحضراتكم ان الشطه كانت حراقه جدا، فانا احط معاها 3 فلفلات كده، اقطعهم في الكبه ومعانا حته شطه من الحراقه دي، وهحط عليها خل وتوم. ده خلاص كان اخر كميه عندي من التوم، مش هحتاجها تاني، فحطيتها كلها. حطيت حوالي ربع كوبايه خل، والليمون هحطه عليها، هعصره عليها بس بعد ما اضربها في الكبه الاول. احط ملح طبعا، اهم حاجه اظبطي الملح بتاعك على حسب ما انتي بتحبي الملح ازاي. انا حطيت له دلوقتي توم. التتبيله بتاعت البتنجان المملح، توم وشطه وخل وملح وليمون طبعا اهم حاجه. خلاص انا كده خلصتها، هنقلها طبعا في حاجه، حطيتها في طبق كده علشان احط عليها الليمون بقى براحتي، وابدا اشتغل بيها. هنزل كل الكميه اللي عندي دي عليها الخل بتاعها، لسه ناقصها بس الليمون. وهنا طبعا الباميه كانت خلصت، هنزل عليها طبعا بالليمون بتاعها، اهم حاجه اعيد لها بالليمون، طبعا احنا متفقين. وهنا كده انا كنت خلصت خلاص، عملت كل حاجه، المسقعه والباميه والفول والبتنجان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك. مع السلامه.